بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، وحشتوني كتير والله، ودايما في شوق إن أنا دايما كل يوم أكون معاكم، بس مشاغل الحياة. قبل ما نبدأ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا شفنا نهائي الدوري، آخر مباراة للنادي الأهلي كانت ضد فاركو، وشوفنا النادي الأهلي وشوفنا لعيبة النادي الأهلي والإدارة. يعني بالله عليكم يا جماعة، والله بجد تحس روح الأسرة الواحدة، روح اللي بتدب فيهم روح الحياة في البيت الواحد المحب لكل أعضائه. تحس فيه بالود، تحس فيه بالالتئام والوئام والسلام بين اللعيبة والإدارة. نادي هادي يعمل في صمت. أرجو من كل الأندية في مصر تعمل معايشة، اللعيبة والأندية والإدارات يعملوا معايشة في النادي الأهلي، عشان بلاش نقول يتعلموا، يعرفوا ويشوفوا ويحاولوا يقلدوا ويعملوا زي النادي الأهلي. نادي تلاقيه كله أخلاق، كله مهذبين. شوف الكرة الأخرانية بتاعت حسين الشحات، آثر على نفسه إنه يحط الكرة، وهو كان مستواه وما بيلعبش إلا فترات قليلة، مستواه كان هابط جدا، وفضل إمام عاشور على نفسه ويديله الكرة بالشكل الجميل ده عشان إمام يجيبها، عشان يبقى هداف الدوري. سبحان الله، تحس فيهم كلهم بروح الحب والوئام والسلام. دي هي فيديو بسيط جدا، يا ريت والله نداء لكل الأندية. دي مش عيب ولا حاجة، يعملوا توأمة أو يروحوا النادي الأهلي يعملوا معايشة للحياة داخل النادي الأهلي عشان يعرفوا ويقلدوا النادي الأهلي عشان ينجحوا زي النادي الأهلي، ونشوف أندية محترمة على مستوى عالي من الوئام والسلام والهدوء النفسي والهدوء المجتمعي في داخل أنديتهم، وكده بتبقى سهل إنهم ينجحوا. دي حاجة بسيطة ونبذة بسيطة، يا ريت كل الأندية تعمل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.